اشهر الخرافات في الحمل. اولا، شرب الميه الكتير بيزود الميه حوالين البيبي. ثانيا، لو الست الحامل مناخيرها كبرت معنى كده ان هي حامل في بنت. ثالثا، اكلات معينه بتتحكم يا ترى هجيب ولد ولا هجيب بنت. طبعا كل الكلام اللي انا قلته ده كله غلط. نبتديهم واحده واحده. اولا، شرب الميه ملوش اي علاقه خالص بالميه اللي حوالين البيبي. الميه اللي حوالين البيبي ليها علاقه بالمشيمه وجوده المشيمه والجهاز البولي بتاع البيبي، وطبعا ان الام ما يكونش حصل فيها تسريب او انفجار في جيب الميه. تاني حاجه، مناخير الام او انف الام وعلاقتها بنوع الجنين، طبعا دي ملهاش اي اساس من الصحه. تالت حاجه، الاكلات اللي بتحدد نوع الجنين. اشتهرت مقوله كده ان الوسط القلوي للمهبل بيحسن الحيوانات المنويه اللي بتحمل الكروموزوم واي المسؤول عن انجاب الاولاد او المسؤول عن نوع الجنين ان يكون ولد، ولا عكس صحيح ان الوسط الحمضي اكتر يكون في الحيوانات المنويه المسؤوله عن نوع الجنين البنت. طبعا الكلام ده لم يثبت علميا تماما. لو عندك اي سؤال بخصوص الحمل ابعت لنا على بوابه صحه.